شو بدنا نستخدم للشعر منخفض المسامية لنعزز كثافة الشعر ونمنع التساقط؟ في شيء اسمه جذور الأرقطيون. جذور الأرقطيون، هيك الاسم شوي صعب، رح يكتب لكم الاسم بالإنجليزي وبالعربي. هاي الجذور عليها كتير دراسات انه بتعالج الصلع بشكل فعال مش طبيعي، فيها كتير مكونات بتفيد الشعر. الشعر المنخفض المسامية رح يستفاد من هذا التونر اللي انا رح اعمله هلا قدامك اكتر من اي شيء تاني. انا عملته وهلا نشفت شعري وكتير حلوه النتيجه. بلشت فيه، بدكم تحسبوا من اليوم، تاريخ اليوم، ولنشوف كيف النتائج تبعه. بدي لكم اول باول، واذا حدا حابب يمشي معي بهذا المشوار هلا رح فرجيكم كيف بنعمل هذا التونر. مثل ما عم تشوفوا بدك تحطي كاسة مي ومع معلقة من جذور الأرقطيون، معلقة من الكركديه، بدك تغليهم شوي على النار، وبعد ما يغلي غلوتين 3 بدك تغطيه وتتركيه ليبرد. وبعدين جبت سبراي فاضي، انا بالعادة بطحن 3 حبات من الفوليك اسيد وبحطها بقلب هذا السبراي. هلا فيك تستغني عن هاي الخطوة، بس انا شفت نتيجة كتير حلوة على هذا الموضوع. وبعدين صفيت الخليط فوقه، وبعدين بخيت فوق جذور الشعر وعملت مثل المساج. وفيكي كمان تبخيه على شعرك كله. بعد حطيت كيس نايلون على الشعر، مثل ما اتفقنا اي شيء بتحطيه على شعرك بدك تغلفيه بكيس نايلون، وبدك تعطيه شوية دفء مشان شعرك يقدر يمتصه، لأنه شعرك منخفض المسامية. أهم ميزة فيه للشعر منخفض المسامية إنه هو مركب كتير خفيف مثل المي، يعني شعرك بده يشربه على الأكيد. وكمان هذا التونر ما بيناسب بس المنخفض المسامية، بيناسب كل أنواع الشعر. انت شعرك منخفض المسامية ضروري تعتمدي هذا التونر أكتر شيء بروتين العناية بشعرك أكتر من أي شيء تاني. فيها معادن مثل الحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم، وفيها مضادات أكسدة، يعني بتمنع انه الشعر من الجذور يصير فيه تلف او يتكسر او يتساقط. وكمان بيمنع القشرة بفروة الراس، بينشط الدورة الدموية، وبيساعد على تحفيز الكيراتين بفروة الراس. لهيك فيه خصائص كتير مهمة لحتى تدعم انبات ونمو الشعر، وكمان بتحافظ على الشعر اللي موجود عندك. خصوصي الشعر منخفض المسامير بدك تدعميه بفيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة لحتى يقدر يتشرب هاي المواد، وبنفس الوقت يقدر يقاوم شو عم بيصير معه بالظروف الخارجية من شمس وهواء وصبغات وكل الاشياء اللي بنستخدمها للشعر. كركديه من احلى الاشياء اللي ممكن تستخدميها لشعرك. الاثنين ما فيهم ولا بروتين ولا كيراتين، فيهم مضادات اكسده عاليه، ومضادات الاكسده كتير مهمه. كمان اللي بيعانوا من القشره هذا كتير شيء بيساعدهم، بيحافظ على صحه فروه الراس، وصحه فروه الراس كتير مهمه يا بنات، خصوصي للشعر منخفض المسامير. كركديه كتير بيعطي ترطيب قوي للشعر، مع انه المادة تبعه كتير خفيفة، فهذا اللي بيخليه كتير مناسب للشعر منخفض المسامية. كمان الكركديه بيأخر ظهور الشيب. هذا التونر بيناسب انت عندك فرط بروتين وبنفس الوقت عندك تساقط بالشعر. لا، انت لما يكون عندك فرط بروتين انت بحالة علاجية، فما فيك تستخدمي اي زيوت سميكة نوعا ما، فهذا الشيء كتير بيناسبك. اذا قبل الحمام فيك تحطي ساعة لساعتين، وبعدين تغسلي شعرك مثل العادة. ما رح جربه اذا بحطه مثل التونر على شعري بدون ما اغسله، رح جرب بعد يومين ورح اضل اعطيكم شو عم بيصير معي مع هذا التونر. هلا ما بعرف اذا بيأثر على لون الشعر لانه انا غمقت شعري، بس كمان بدي اشوف اذا بيأثر على لون الشعر، بيعطي لون احمر كتير لانه الكركديه لونه احمر. سمعنا كتير عن زيت الروزماري انه بيطالع شيب او ما بيطالع شيب. كتير بحثت وحاولت لاقي معلومات صحيحة. في ناس بتقول بيطالع شيب، في ناس بتقول ما خصه بالشيب. بكل الأحوال إذا بدك تستخدمي زيت الروزماري وزيت النعناع مو غلط، ولكن بدك تستخدميه كل أسبوعين مرة. وإذا أنت بتعرفي لشعرك منيح بتعرفي تنظفيه كتير منيح فيك تستخدميه بالأسبوع مرة. إذا أنت أول مرة عم تحضريني وما بتعرفي شو هو فرط البروتين أو شو هو الشعر منخفض المسامية وما بتعرفي شو هاي القصص، فيك تفوتي على حسابي رح تلاقي كل شي موجود بالتفصيل. بوعدك انك رح تستفادي.
إذا حبيتي الفيديو، اللايك اللي بتعطيه للفيديو بيساهم بانتشاره وما بضرك، وبتمنى تكونوا استفدتوا، وبشوفكن الفيديو الجاي.